تفتكر لو اشتريت موبايل غالي كده بقيت غني ولا لسه تغرق من غير ما تحس؟ فاكر أول مرتب ما خدتوش؟ كان تعب بجد. بس الغريبة أنا ما كنتش متضايق، كنت مبسوط إني بشوف الفلوس بتتحرك وبفهم يعني إيه دخل ومصروف وربح وخسارة. بس الصدمة الكبيرة حصلت لما بابا فاجئني. بابا، رمزي، تعال بسرعة. رمزي، في إيه؟ بابا مبسوط، جبنا لك موبايل جديد، هدية من عمك كريم اللي في الخليج. رمزي، ده الآيفون الجديد. فرحت، قعدت ألمع فيه وأصور بيه ورفعت ستوري فيها. الحمد لله تعبنا ما راحش هدر. بعدها بكام يوم وأنا في مكتب عمي فارس، حطيت الموبايل على المكتب وأنا بشتغل، بصله وسألني بهدوء: فارس، جميل، كام جيجا؟ رمزي، 256. معايا ساعة كبيرة بقى. ما شاء الله، يعني اشتريت أصل جديد؟ رمزي، ها؟ أصل؟ لا ده هنية. فارس، ماشي، بس سؤال، الموبايل ده بيدخلك فلوس؟ بصراحة لا، بالعكس، بدفع له شحن وكارت وشوية برامج. فارس، يبقى ده مش أصل، ده التزام. سكت وأنا دماغي بتشت. فارس، يا رمزي، الأصل هو اللي بيدخلك فلوس، الالتزام هو اللي بياخد منك فلوس. والمصيبة إن أغلب الناس فاكرة إنها بتشتري حاجات تفرح، وهي بتشتري حاجات بتستنزفها. رجعت البيت، فتحت دولاب هدومي، كل الحاجات اللي فرحت بيها يوم ما اشتريتها: لبس، سماعات، ساعات، كلها التزامات مش أصول. كلها بتاخد وما بديش. قعدت أدور في حياتي فين الأصول. لقيت عقلي اللي بتعلم بيه كورساتي، الحاجات اللي ممكن أبيعها، أي حاجة بتجيب دخل حتى لو بسيط. في اللحظة دي فهمت: مش كل غني فعلا غني، ومش كل فقير فقير فعلا. الغني هو اللي بيشتري أصول، والفقير هو اللي بيشتري التزامات ويفتكر إنه بيكسب. رمزي في آخر اليوم قاعد قدام التليفون، ماسك ورقة وبيكتب عليها: الموبايل ما بيكسبنيش، بس كتاب قرأته غير لي تفكيري. قولي بصراحة، لو فتحت شنطتك أو موبايلك هتلاقي حاجات بتكسبك ولا حاجات بتسرقك كل يوم؟ اكتب لي في الكومنت إيه أول أصل ناوي تبدأ تشتريه في حياتك. وصاحبك الجميل بيحول كل كتاب لحكاية، ويلا بينا نستعد.